الفن قادر يقود الإنسانية في المرحلة الجاية قدامنا، لأنه أصلا الفن مبني على التصالح، مبني على الحب. والدين أبواب كثيرة جدا جدا، في جزء منها فيه والكثير، في جزء منها فيه السيوسايدز اللي بتحصل دي كلها، ده قالوا كله اسم الدين. ما عندهم نوقفهم، لكن بنقوم نعلن إنه بدل الطبيعية أحسن الكمية. فرافعين شعارين إنه نحن ممكن نقود العالم بالفن، وما حنقوده من فوق، حنقوده من تحت. أنا بدرس مادة اسمها listening education. فأثناء ما بدرس في المادة دي وبعمل في البحوث بتاعتي يجي من رسالة كان الدكتورة عندي ربطت الموسيقى بالاستماع، والفرق بين السمع والاستماع. أي حيوان ممكن يسمع، لكن ما في حيوان بيستمع، إذا نادر. فالسمع غير الاستماع. السمع ده هو رياكشن لأنه في صوت مشى وخش الطبخ عمل ابتزاز وكده. أما الاستماع ده هو المايندفول listening. والإنجليز ربطوا بين listen وسايلنت إنه listen shares the same alphabet of silent. يعني في شفل الحروف حقت listen تلقاها في silent L-I-S-T-E-N ده الاستماع المايندفول، يعني لازم يكون معه سايلنس. يبقى السايلنس ده زي مساحة الورقة البيضاء اللي بيرسم فيها الفنان، يعني الفنان ممكن ورقة مشخبطة من الصعب كده يقول مين. واحدة من مشاكلنا في السودان في العالم كله هسه خصوصا الشرقي انه ما عندنا المعرفة، ما ورونا كيف نستمع، ولا ورونا كيف نفكر، ولا ورونا حتى كيف نشوف، حد يقول لي جناح فطريا، ولا حتى كيف نتدين ذاته. يعني الدولة عندنا جناح بالوين. فمن خلال الكلام عشان اربط الكلام مع بعض شفت انه في 50 نوع من انواع الاستماع، 50 نوع تصنيف للاستماع بس. قمت ركزت على 4 عشان ادرسهم للطلبه، من ضمنها البيزك ليسننج اللي اسمه الديسكريمينيتيف ليسننج، اللي هو انه الزول بس يستمع عشان يميز الصوت ده شنو هو، صوت قطر عشان تزرو ولا صوت مدفع عشان اهرب ولا كده. ده الاستماع اللي يتبني عليه اول تكنيك بتاع فايت اور فلايت. بعد ده الاتنشن بتاعه قليل جدا. في مرحله من المراحل الثانيه بيقوم الزول بيزيد مستوى الاستماع بتاعه لانه هيز انترستد، ده ياخد معلومه اكثر. ده بيصب في حاجه اسمها الانفورماتيف ليسننج، استماع معلومه، الزول يكون عايز ياخد معلومه، بالتالي he pays attention، بيدي مور mindfulness. وده بيكون حق المثقفين او حق الناس اللي عاوزين يجمعوا معلومات. لكن في درجه بتاع اكثر من كده، انت انترستد المعلومه وداري وانت جو بيوند المعلومه دي وتبدا تحللها وتفرتك فيه وتشوف تحسب ليه، عندك مهله بتاع الزمن وعندك مور اتنشن. ده اسمه الاستماع التحليلي او النقدي كريتيكال اور اناليتيكال ثينكينج، وده مفيد جدا للناس اللي بيدرسوا بيتمرنوا له تمرين. ومن ضمن الاشياء اللي فيه في الموسيقى انك تكون قاعد تسمع لاكثر من كم صوت في نفس اللحظه، اللي هو بيخليك تطلع من اللينيرتي بتاعت انك تكون واحد في اتجاه الى زول دائري. والدائره عندنا في الصوفيه بتعني الحقيقه الكامله، حتى في الهندسه الهندسيه هي الشكل البيرفكت برضه الكامل، هي ها الله عندنا حديث كده بقول لك الواضح اللي هو يعني معانيها كبيره جدا في علم الحرف الصوفي وحتى علم الكلام ده منطلق مناسب لانه انا بتكلم فيه عن التصوف والناس اللي جت متاخره معي قد ما تقدر تربط بين كلامي ده وبين الموضوع. طيب لكن انا يعني امين اعلى مستوى في انواع الاستماع اسمه الابريشيتيف او هو الاستماع التذوقي. والذوق حتى كباب معرفه هو ارقى مداخل انواع المعرفه. ذات المعرفه كثيره جدا، لكن من ضمن الذوق الزول معرفته مبنيه على ذوقه ده زول عالي جدا جدا. فالانسان اللي بيكون استماعه تذوقي بيكون اضانه دي اللي بيجوطوا ودي اللي بيكرهوا ودي اللي بيعملوا هو ضانه دي ماشي محل اصوات السمع بس. وده استماع انتقائي جدا، الزول بيتمرن عليه تمرين كثير جدا. انا متذكر حبوبتي عندها نوع من الاستماع الطبيعي في ايامها الاخيره كانت ما بتسمع هذا، لكن بتونس معاها بتسمعي. يوم اختي قالت لي انت موجوده وبتسمعي، قالت لي انا بسمع انت اسمعه. فالمستوى بتاع الاستماع ده الزول اللي بيلقاه بيبقى ابريشيتيف في استماعه، واللي بيكون ابريشيتيف في استماعه بيكون ابريشيتيف في تفكيره، واللي بيكون ابريشيتيف في تفكيره
بيكون ابريشيتيف في سلوكه. فاحنا محتاجين المرحله دي. فهو بيكون تارجت من الجمال، والزول اللي بيكون تارجت من الجمال، الجمال واحد من التولز اللي بيتحقق عبر الحب، والحب ايضا بيشوفه في الجمال. الزول الجميل بيقدر يشوف الحب، بيقدر يحب، والزول اللي بيحب بيقدر يشوف الجمال. ودي كلها مربوطه بالروحانيه ومربوطه بالتصوف. انا عشان ما اخش لكم كثير بقوم بعمل بريكات بالغنى. حغني اغنيه بعدك هقوم اعلق عليها. الاغنيه دي عملتها انا واخذتها من روح الشيخ عبد البرعي. الشيخ عبد الرحيم البرعي واحد من الشيوخ انا خريانه، يعني قدر يحقق درجه عاليه جدا، وظف الدين عنده للادب، وظفه للادب والسلوك القويم، وذاته كان مؤدب جدا. مدايحه كلها مربوطه بالادب. اوريك طبك، احسن في من عاداك ومن يحبك. انا خلي اخونا مجدي مخيل كلامنا ما بكون بعيد من ابدا، ما بعيد من المسيحيه ايضا هناك. المحبه، فكره المحبه. الصوفيين بيقولوا ان ما عنده محبه ما عنده الحبه، ولا عنده محبه ما خلى الحبه. الفكره عميقه جدا. بديت الاغنيه دي من كلماتي، عملتها يمكن فيها 30 سنه ولا 85 تقريبا، لكن بقوم الاحساس بتاعها خليت انه الحنين يكون في الله. الله الكلام الباقي حديث زي الهبه، الحنين كان في الهبه بلغه كثيره، لكن بعد ذلك اشتغلت الجزء فالكلام الثاني مختلف. فحقوم اصفر فيها مناسبه. الناس اللي بيجي ده مناسبه 2009 عام 6 استراليا والسودان في امريكا في مهرجان كبير اسمه مهرجان الصفار العالمي، وقمت جيت الاول فلو صفت بتحملوا لي. اعتمدت عليها في الاغنيه حقت الله الله دي طريقه الشغال بها، لكن دي سميتها الحضره. الله
يتكسر طيفا همسا لمس، تأتي الدنيا زفة عرس نفرغ فيها ضوء الشمس، يتكسر طيفا همسا لمس، وصفاء يردد اسم الله، وصفاء يردد اسم الله. الله 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 الله.